أهلا بكم. النهاردة معانا مادة لافتة للنظر شوية، مقاطع من بودكاست بيروج لمشروع أورا في الساحل الشمالي. خلينا نحاول نفهم مع بعض إيه الرسالة هنا، إيه هو المشروع ده بالظبط، ومين اللي وراه، والأهم إزاي بيسوقوه كفرصة استثمارية. ده كله طبعا من خلال المصدر اللي معانا. والمثير للاهتمام فعلا هو الطريقة اللي بيبنوا بيها الحجة دي. يعني المصدر بيستخدم خلطة واضحة قوي. موقع بيقولوا إنه متميز، اسمه مطور معروف، وكمان تسهيلات في الدفع. خلينا نشوف التركيبة دي شغالة إزاي في الإعلان ده. تمام، المصدر بيبدأ بالمعلومات الأساسية خالص. المشروع أورا الساحل الشمالي، الشركة أورا بتاعت المهندس نجيب ساويرس، والمكان واضح من الاسم على البحر في الساحل. يعني من أول لحظة في تركيز على الاسم والموقع، صح؟ بالظبط، وذكر اسم نجيب ساويرس هنا يعني له مغزى معين في سياق الدعاية دي. المصدر بيستخدم الاسم ده عشان يربط المشروع بالفخامة، بالمشاريع الكبيرة الناجحة، وده بيدي انطباع مبدئي عن نوعية المشروع وجودته. دقية، يعني تجربة كاملة. فكرة المنتجع المتكامل والخدمات الفندقية دي بتحدد الشريحة المستهدفة بشكل واضح جدا. الكلام ده بيوجه الرسالة لناس بتدور على مستوى معين من الرفاهية والراحة، وده كأنه يعني تمهيد نفسي للأسعار اللي هنسمعها بعد كده. وهنا بقى ندخل على الأرقام اللي ذكرها المصدر. بيتكلموا عن شاليهات بتبدأ من حوالي 20 مليون جنيه، توين هاوس من 30 مليون، وفيلات توصل ل 47 مليون جنيه مصري. أرقام طبعاً بتعكس فكرة الفخامة اللي بيبنوها دي. الأرقام دي فعلا مرتفعة، وعشان كده المصدر على طول بيقدم الحل، أو يعني الطعم اللي يخلي الأرقام دي أسهل شوية: خطة السداد. صحيح، دي كانت نقطة قوية جداً في العرض بتاعهم. نظام الدفع بيقولوا 10% بس مقدم، والباقي بتقسطوا على 6 سنين، والمهم بدون فوائد حسب كلامهم. دي أكيد بتفرق مع أي حد بيفكر في الأرقام دي. أكيد. نظام التقسيط ده وبالذات بدون فوائد يعتبر أداة تسويقية أساسية جدا للعقارات اللي بالأسعار دي. المصدر بيستخدمها يعني بذكاء عشان يقلل الحاجز النفسي للسعر العالي، ويخلي فرصة الشراء تبان أقرب حتى لو المبلغ الإجمالي كبير. طيب، يبقى المصدر مهد بالاسم والموقع والفخامة والتسهيلات، وبعدين بيجي للحجة الاستثمارية الأساسية بتاعته. الكلام واضح وصريح: العقار هو الملك في 2025، وبيقولوا إنه أفضل من البنك أو الذهب، خصوصاً في منطقة زي الساحل الشمالي اللي حسب وصفهم سعرها بيزيد والطلب عليها عالي. والحجة دي بتلعب على وتر حساس ومحبب لناس كتير: فكرة الأمان في الاستثمار العقاري، الأصول الملموسة، وفكرة إن القيمة بتزيد مع الوقت. والتركيز على الساحل كمنطقة سخنة ده بيعزز الإحساس إنها فرصة مضمونة، يعني حسب منطق المصدر. وكمان عشان يأكدوا الإحساس بالفرصة دي، المصدر بيستخدم لغة فيها نوع من الاستعجال. عبارات زي الفرص مش بتستنى حد سمعناها، وكمان الوحدات فعلا محدودة جدا. وده طبعا تكتيك معروف في المبيعات، بيخلق إحساس بالندرة، بالإلحاح، اللي هو الفومو، الخوف من فوات الفرصة. المصدر بيستخدمه عشان يشجع المستمع ياخد قرار بسرعة بدل ما يقعد يفكر كتير. بيصورها كأنها فرصة هتضيع لو استنى. يبقى لو لخصنا اللي طلعنا بيه من المادة دي، المشروع بيتقدم بالاعتماد على موقعه، اسم مطوره المعروف، أسعار عالية لكن مربوطة بخطة سداد مغرية جدا، ورسالة استثمارية بتركز على الأمان والعائد المتوقع وفكرة الإلحاح والندرة. وبالنظر لكل العناصر دي اللي المصدر جمعها عشان يقدم المشروع، بيفضل سؤال مهم بيطرح نفسه: يا ترى إيه هي العوامل التانية اللي المصدر ده ممكن يكون بيلمح لها؟ العوامل اللي بتخلي منطقة زي الساحل الشمالي من وجهة نظره هو بيئة جذابة بالشكل ده للاستثمارات العقارية الضخمة. التفكير في إجابة السؤال ده ممكن يفتح كلام تاني خالص عن ديناميكيات السوق اللي المصدر ده بيراهن عليها.